هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وانتو دا تشوفون فيديو اليوم الفيديو مالتي راح اسوي ماسك للشعر. انا صار فترة ما معتنية بشعري، فصار شعري شوية جاف، واليوم راح استخدم ماسك للشعر الجاف. عندي هنا المكونات بيضة وزيت زيتون ملعقة واحدة وجل الصبار. هاي المكونات مالتي كلش بسيطة وموجودة بكل بيت. هسه ابدي احضر الماسك. عندي هنا البيضة، راح احتاج فقط الصفار. البياض راح اخليه بالكاسة اعزه على صفحة، ما احتاجه، فقط الصفار. مثل ما تشوفون اني بديت هنا اعزل الصفار عن البياض بهالشكل. دا تلاحظون اعزلها بهالشكل لانه راح احتاج فقط الصفار، البياض ما احتاجه. وراح أضيف ملعقة من زيت الزيتون. تقدرون تستخدمون زيت جوز الهند، أي زيت انتو تفضلوه أو موجود عندكم. أنا خليت زيت الزيتون عندي، خليته فوق الصفار. هنا أنا عندي جل الصبار، أي نوعية جل صبار عادي تقدرون تستخدموها. أنا هاي متوفرة عندي، ضفت هنا جل الصبار. هاي الكمية من الجل الصبار اللي خليتها. تقدرون تضاعفون الكمية المواد، إذا كان شعركم طويل تقدرون تضيفون بعد أكثر من الزيت أو الجل الصبار أو البيض. تقدرون تزيدون الكمية. أنا بما إنه شعري قصير خليت هاي الكمية راح تكفيني. وهنا بديت مزجة المكونات كلها. مثل ما تشوفون هنا المكونات اتجانست عندي، مكوناتها متوفرة بكل بيت وطريقة سهلة، كلش سهلة وسريعة بنفس الوقت. هذا الماسك تخلونه على شعركم من نص ساعة إلى ساعة، وبعدين تغسلون شعركم عادي بالشامبو. ما تبقى أي ريحة زفر بشعركم، بما أنه راح تغسلوه بالشامبو ما تبقى أي ريحة بالشعر. ولهنا يكون الفيديو مالتي انتهى. أتمنى أنه الفيديو نال إعجابكم، ولا تنسون تشتركون بقناتي وتدعموني بلايك وكومنت. وراح أترككم رابط حسابي الانستغرام بصندوق الوصف، لا تنسون تتابعوني. وشكرا على المشاهدة ومع السلامة.